يقول لا دنهل يا طرف دموع العين هل، وملوم من عينه على أحمد بكيه في كل ليل. ويا موت شلته زمام القبيله لا ما تعل، شلت منا ابو شعيب الكف ذي ما له مثيل، شلت ذي ما نعرف انه يوم في واجب فسل، عز القبيله والصحابه وعز لا جاهد خير. مرثية في استشهاد الشيخ أحمد بن أحمد صالح البجلي من قبيلة حضر خولان الطيال المقتول غدرا في محافظة إب بتاريخ 17/1/2025 رحمة الله تغشاه وأسكنه فسيح جناته. من كلمات الشاعر لادن عبد الله صالح الشريف، أداء الشاعر أبو تركي التنني. مع تحيات سولا ستوديو طه المرادي. يقول لا دنهل يا طرف دموع العين هل، معلوم من عينه على أحمد بكيه في كل ليل. يا موت شلته زمام القبيله لا ما تعل، شلت منا ابو شعيب الكف ذي ما له مثيل، شلت ذي ما نعرف انه يوم في واجب فسل، عز القبيله والصحاب وعز الاجاهد دخل، شلت ذي ما نعرف انه يوم في واجب فسل، عز القبيله والصحاب وعز الاجاهد دخل. نشهد ان الحزن طاغي في حنايا القلب حل، والضيق بعد احمد بن احمد داخلي يشعل شعل، بالذات لا زاد جا شعيب ابنه وقلنا بقتل، يقول لا هو في السعوديه ولا هو شي قتل، ولا سمحك يا علم مثل الصعق صوبي نزل، ساعة وصوله شفت خلق الله تسكن في سهل، حسيت جسمي ساعة الوصله بعم احمد شلل، غبن قلبي غبن من فرق الاصيل ابن الاصيل، ليش ما فيت القطار دار السما غير البطل، والشهم والمغوار والمرزح لا شاب الفتل، نشهد انه سار خير القوم ذي جهده جمل، يشل حمل الجار ما عمره شكل حمل الثقيل، ونشهد انه سار ذي يوقف معك مثل الجبل، ونشهد انه سار ذي ما عاد عن القاله مثيل، لابد من ثارك وربي لو تقطعنا وصل، من كان دم احمد بن احمد من دمه لازم نكويه، انشي عداله بات خارجنا مع الجاني نحل، ولا ورب المصحف ان العز في راس الصمل، والله لو نطرد قفال قتل لا كوكب زحل، لابد ما نضوي بثارك صبح ولا وسط ليل، ويا الله تجعل داره الفردوس من حيث الرسل، دار الفرح والسعد والدار الذي ما له بديل، وختمها صليت بين اسمي ومن قلبي دبل على محمد